السلام عليكم عزيزي المشاهد، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ عودة الشيف الاعظم مرة اخرى، شيف المعجزة معاكم وفيديو جديد. بما ان الجو حر في وقت تصوير الفيديو ده، حتى لو الفيديو ده نزل في وقت شتاء، فانت اكيد ترجع مثلا الصبح في وقت من اليوم بيبقى فيه الجو حر. ففكرت ان احنا محتاجين نعمل حاجة، بس الحاجة دي يعني شفت او قريت ان بيبقى في ليها اضافة معينة في دولة من الدول اللي هي البرازيل بتعمل الليمون نعناع عادي، ولكن باضافة مكون انا مستغربه لحد دلوقتي ومش عارف احنا هنعمله ازاي، وهو الحليب المكثف. هو الفكرة كلها ان هما عايزين يبدلوا الحليب المكثف بدل السكر في الليمون بالنعناع، بس انا مش عارف المفروض يتحط بعد ما الليمون والنعناع يتعصروا ولا قبلها. المهم يعني مفيش اي فن، مفيش اي حاجه خالص. ليمون وكام عود نعناع نضربهم في الخلاط مع شويه ميه ونجرب ونشوف كده هتظبط ولا لا. فمن غير كلام كتير يلا بينا نروح نضرب الكلام ده كله في الخلاط. اذا عزيزي المشاهد، بعد ما حطينا الليمون والنعناع في الخلاط وصحينا اللي في البيت والجيران، وصلنا للليمون بالنعناع العادي اللي في معظمنا بيشربه يعني. تمام، بس كان حط تلجاية بس تلجاية كده بس عشان بس ايه نتحسن الدنيا شوية. تمام، انا قررت ان انا ما احطش حليب مكثف في الخلاط يعني، عشان بس كده ايه. خلينا الاول كده نجربه من غير اي حاجة خالص، نجربه كده الاول عشان نعرف نقارن ونشوف ايه اللي اتغير بالظبط. بسم الله. ماشي، الليمون بالنعناع عادي، بس طبعا مزز عشان ما حطيتش سكر لسه، لان انا معتمد على ان الحليب المكثف هو اللي هيحليه. فبسم الله. تمام، شكرا يا دنيا، شكرا يا دنيا جدا. خلونا كده بقى نقلب ونشوف كده ايه اللي هيحصل. انا بصراحة مش متفائل. ادي اخرة اللي يسمع كلام نيمار وشلته اهو. ده الشكل النهائي. انا نفسي من زمان اوي ان انا اعمل الحركة دي، فاخيرا يعني جه دورها اهي. لا اقفي بقى، لا كتير اوي يعني، بس خلاص. بس تعال نجرب تاني. بسم الله. هو بصراحة نوعا ما المنظر غير مبشر بالخير بصراحة. قرب كده مخرج. انا مش متفائل. مخرج هينهار مننا. خلاص اهدي انا اللي هشربه. اهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصراحة مش مطمئن يعني، مش مطمئن وشريحة الليمون وقعت خلاص، مش مهم دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا هنجربها اهو. طعم حلو بس عايز حليب يعني، سنة حليب مكثف زي كمان سنة. A few moments later. طعمه رهيب. تحياتي للبرازيل، راقصي السامبا رونالدينيو ابن عم الكبير. طعمه حلو وعارف طعم جديد، فاهم قصدي؟ اللي هو حاجة انت يعني حلو والله، طعمه جميل. انصحك ان انت تجربه لو عندك حليب مكثف في البيت وعايز تجرب ليمون بالنعناع بطريقة تانية. لو انت زهقت من الروتين يعني وعايز انت تغير، فانا شايف ان حاجة زي دي تتشرب وتتعمل تتعمل في الصيف وتتشرب تحفة بصراحة. بس تقييمي ليه بصراحة 8.5 من 10 يعني. ده لو اتحط قدامي هشربه عادي، لكن هل هعمله على طول؟ بصراحة لا. يعني هو الطعم غريب وجديد، بس مش حاجة هبقى ميال ليها دايما يعني. بس ختاما لهذا الفيديو، اتمنى لك ان انت تجرب كل الوصفات الحلوة، تستمتع بالاكل، تستمتع بالشرب في العز الحر اللي احنا فيه ده. بس كده عزيزي المشاهد، كالعادة كان معاكم محدثكم شيف المعجزة، وسلام. مع السلامة.
اصلا كده كان نعناع ابن حلال، بيليق على اي حاجه، شاي، ليمون، حاجات كتير قوي، بيليق على اي حاجه. غلبان كده في حاله، تلج في عز الحر اللي احنا فيه ده. وسنه سكر كده من حليب مكثف، رهيب بصراحه. عز المشاهد، انصحك ان انت تجربه.